البنت رفضته عشان بس عنده شقه في بيت العيله. واحد صاحبي راح يتقدم لواحده وراح قعدة التعارف وقعد معاها وارتاحوا لبعض، وهو قاعد يتكلم معاها وهي قعدت تتكلم معاه ويشوفوا الدنيا ماشيه ازاي وشخصياتهم والقبول ومش القبول والكلام اللي احنا عارفينه ده. بعد كده جت لحظه بقى الاتفاقات او لحظه ان هو انت امكانياتك ايه ودنيتك ايه. قال لهم والله يا جدعان انا الدنيا معايا ان انا عادي، عندي شغلي، عندي شقتي، عندي شبكتي، كل حاجه. قالوا له ده جميل حلو الكلام ده، بس شقتي عندنا عشان احنا اخوات، فالبيت كله بيت عيله، انا واخواتي كل واحد كل دور شقه، واحنا الثلاثه عندنا شقتنا وكل واحد قافل بابه عليه، ملوش علاقه بحد، ولا دي ليه علاقه بدي ولا فلان ليه علاقه بعلان ولا الكلام ده كله. يعني مش بقى شقه بيت العيله او بيت العيله اللي احنا بنسمع عنه والكلام ده. قالوا له يا باشا احنا شقه بيت العيله دي احنا مش عايزينها، حضرتك تقوم واخد بعضك كده وبايع شقتك اللي هي في بيت العيله وتروح تروح تجيب بقى شقه بره مع حالك لوحدك الكلام ده. فطبعا الموضوع بالنسبه له مش حلو. ليه؟ لان انا بالنسبه لي ده بيتي، ملكي، ارضي، دنيتي، حاجتي. ليه انا ابيعها واروح اسكن في مكان عند حد غريب؟ ليه ابيعها واروح في عماره تانية مع ناس تانية؟ انا بالنسبه لي ما ملكي، بيتي. طب هل بقى السؤال هنا، هل كل بيوت العيله شبه بعض؟ يعني فكره ان هل كل بيوت العيله فيها نفس المشاكل اللي بنسمعها والسوشيال ميديا والاعلام والحاجات اللي بتطلع في الاعلام هل نفس البيوت العيله ولا مختلفه؟ مش كل بيوت العيله كده. في بيوت عيله عادي، في بيوت عيله ممكن تلاقي اخ 3 اخوات عايشين مع بعض وكل واحد قافل شقته عليه كانه قاعد في مكان غريب لوحده، ملوش علاقه بحد، ولا بيسال بقى في اخوه ولا مراته ولا بيحتكوا ببعض ولا الكلام ده كله. ده موجود. يعني فكره ان احنا نعمم ان بيت العيله ده وحش. طب الشباب اللي عندها شقق في بيت عيله وبيوت العيله بتاعتهم محترمه، ليه انا اظلمهم واخليهم يروحوا يسيبوا بيتهم وملكهم ودنيتهم ويروحوا يقعدوا في شقه تانية؟ فبالتالي واحد زي صاحبي اللي بقول لكم عليه اترفض واتقال له لا، يا تجيب شقه ما تجيبش، في حين ان الموضوع ممكن يعدي. فقول لي بقى رايك في التعليقات، متفق معايا ولا لا؟ سلامه محترم.